زهقانه من الاكل وعايزه اكله سريعه ما تاخدش معاكي وقت، راجعه من الشغل متاخر ومستعجله؟ تعالي اقولك على وصفه سريعه كلها هتحصل في خطوه واحده وهتبقى وجبه متكامله. هنعمل مع بعض الليزي كبسه بطريقه سهله وسريعه جدا، هنعملها في الكيس الحراري. يلا اقولك مقادير الوصفه. هنحتاج فرخه كامله متقطعه على 4، او ممكن نجيب، انا استخدمت 4 اوراق من الفراخ. هحتاج كوبايتين من الرز البسمتي المغسول ومنقوع كويس. كمان هحتاج كوبايتين من مرقه الفراخ، بهارات كبسه، حبهان، ورق لورا، وقرفة عيدان. كمان هنحتاج فلفل اسود وبهارات فراخ مكعب، مرقه وزبده وبابريكا. يلا نبتدي مع بعض وصفتنا. اول حاجه هنعملها هنجيب صينيه اللي هنعمل فيها الكبسه. تاني حاجه هنجيب الكيس الحراري. اول حاجه هنعملها ان احنا هنجيب الرز وهنحطه في الكيس، وبعدين على طول هضيف الفراخ. كل حاجه فوق بعض. حطينا الفراخ بتاعتنا، وبعدين دلوقتي هنحط البهارات. هحط الفلفل الاسود، وهحط البابريكا، وهحط الكاري، وهنحط كمان بهارات الفراخ، معلقه صغيره، مكعب من المرقه، 3 حبهان، ورقتين من اللوري، وواحدة قرفة عيدان، وبهارات الكبسة. بهارات الكبسة بتكون موجودة في السوبر ماركت أو موجودة عند العطار. كده خلاص حطينا كل المقادير، ما فاضلش غير الملح. هنحط معلقتين كبار من الملح. هنمسك الكيس بتاعنا وهنرجه كويس. يلا بينا دلوقتي هنفتح الكيس. هنحط مكعب من الزبدة، وهنحط الشوربة بتاعتنا أو المية المتدوب فيها المرقة، وهندخل على طول الكبسة الفرن. وبعد كده هنضيف الشوربه. دي شوربه فراخ، ممكن تستخدمي الميه متدوب فيها المرقه. يلا بينا نقفل الكيس بتاعنا وندخله الفرن، ونرجع نشوف الكبسه بتاعتنا استوت ازاي. يلا بينا على الفرن. ودي الكبسه بتاعتنا بعد ما استوت. تعالوا نشوفها مع بعض. بصوا شكلها. الفراخ بتاعتنا استوت خالص، والرز كمان مفلفل. تعالوا ندوقها مع بعض. فظيعة. تعالوا ندوق الفراخ بقى. فظيعة. يلا قوموا اعملوها.